الوضع المخيف اللي وصلنا له من حوالي 6 أشهر، والكنيسة تحركت من ناحية الكاتدرائية والعالمية اللي آزرتنا بالوقفة الاحتجاج هي فقط بعد شهرين. يعني ما طولت الكنيسة حتى أخذت موقف، ولكن المنشآت اللي كانت معمرة قبل، إن كان المطاعم أو الفنادق، ما كانت بهذه الحالة الفوضى اللي عايشين فيها هلأ. وإنما حالة البارات هي جديدة، يعني من حوالي 6 أشهر، ونحن تحركنا من 4 أشهر، يعني بعد شهرين من انطلاق هذه الحالة المأساوية والمذرية اللي وصلنا لها. مشان هيك كانت الكنيسة بالعكس كانت سريعة جدا بردة الفعل، وإيجابية وبشكل ديمقراطي وحضاري وقانوني. كثير في من الناس قالوا لنا انه توجهوا لاصحاب الوسائط والنفوذ وانتم كنيسه وبيردوا عليكم. نحن ما قبلنا الا بحاله القانون، مشان هيك قدمنا هذه الشكاوي لسياده المحافظ واخذنا ارقام فيها، ولكن على الارض الواقع ما لقينا نتيجه. مشان هيك انا بتمنى من اصحاب السلطه والمسؤوليه والنفوذ انه يتحركوا باسرع وقت ممكن، لانه بحكي بصراحه انه كوني كاهن رعيه المسؤول عن رعيه روحيا واجتماعيا، في كتير عالم صارت تجي لعندي تحط بيوتها برسم البيع. يعني وصلنا لمرحلة انه هذا المكون المسيحي عم نفقده من المنطقة.